انطلقت قافلة إغاثية من الجالية اليمنية في سوريا إلى محافظة اللاذقية السورية دعما للمتضررين من الزلزال المدمر تحت شعار من اليمن إلى الشام كلنا مقاومة. وتتكون القافلة من 6 شاحنات تحتوي على بطانيات ومفروشات وملابس شتوية ومواد غذائية ودوائية، بالإضافة إلى سرر متنقلة ومستلزمات طبية. وقال السفير اليمني لدى دمشق عبد الله صبري أن القافلة الإغاثية تأتي في إطار تضامن مع الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على أواصر العلاقة بين اليمن وسوريا. وأشار إلى أن القافلة تعد أقل واجب تجاه الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية التي وقفت مع اليمن في مختلف المراحل والمحطات، موضحا أن أبناء الجالية اليمنية ومن مختلف المحافظات شاركوا في جمع التبرعات المادية والعينية وكانوا إلى جوار إخوانهم السوريين أثناء المراحل الأولى من عمليات الإنقاذ ومساعدة المنكوبين. وطالب السفير اليمني برفع الحصار والعقوبات الأمريكية عن سوريا. من جهته أشار رئيس مجلس الجالية اليمنية في سوريا محمد ناجي العولقي إلى أن الجالية تعمل على ترتيب قافلة ثانية من المقرر أن تنطلق إلى محافظة حلب خلال الأيام القادمة. تنطلق هذه القافلة تحت شعار من اليمن إلى الشام كلنا مقاومة. هي قافلة إغاثية تنظمها الجالية اليمنية في سوريا. كل الشباب هنا في الجالية بالتعاون مع السفارة تحركوا منذ اليوم الأول لهذه الكارثة ولهذا الزلزال المدمر، على اعتبار أننا أشقاء في هذا البلد. نحن والسوريون شعب واحد وفي مصير واحد وفي خندق واحد، وما أصابهم أصابنا، الألم واحد والجرح واحد، ولهذا تداعت الجالية بكل أفرادها منذ اليوم الأول في هذا الزلزال في مختلف المحافظات المنكوبة. القافلة بإذن الله ستتحرك من اليمن تحت اسم من اليمن إلى الشام كلنا مقاومة. الشعب اليمني والشعب السوري شعبين يعيشون بروح واحد، ولو كانت الظروف تسمح لنا والمطار تحت قيادة أنصار الله لكان انشئ جسر جوي وكانت المعونات ستهل من الشعب اليمني مثل ما السيل.